السلام عليكم البنات واخوتي العجاز، تقدرون لبت لكم. كنت اتمنى تكونوا بخير وعلى خير وان شاء الله. صحة جيدة. اليوم جبت لكم طريقة تحضير كيكة دانون ديال الكوك. كيجي هشيشة وخفيفة، المذاق ديالهم زوينة بزاف. غادي تعجبكم هاد الفيديو، ردوا عليه اخبار. ما تنساش ديروا اشتراك وتفعيل جرس اللون احمر، وخلي لايك اكتر والتعليقات ديالكم. مرحبا بكم عندي. اذا كنتم اول قناة عندي مرحبا بكم. اذا كان عندكم قناتكم حتى انا كندير ابوني بحالكم. شكرا بزاف لخطكم عليا. غادي نعطيكم المكونات وطريقة التحضير. نبدا على بركة الله. بسم الله. عندنا 4 البيضات على حسب كان البيض كبير وكان صغير. كأس سكر تنودا، كأس زيت نباتية، دانون او ياغوت ديال كوك، خل ابيض، دخل خل ابيض، عندنا مكسرات، قرقع، اللوز، الزبيب الاسود، الشوكولات ديال كوكيز، تفاحة وحدة، خميرة الحلويات، واحد فاني، ملحة. غادي نديرو الطريقة. بسم الله. غادي نديرو مباشرة في الخلاط الكهربائية. درنا 4 البيضات، ملحة، كأس سكر تنودا. غادي نخلطو، عفوا درنا واحد فاني. غادي نطربوها مزيان. الا ما عندكم تبيضو ديروا غير عادية الجلفة الطربة عادية ديال الدكم. من بعد غادي ندير في كأس زيت نباتية، كأس دانون او ياغوت ديال كوك. الا ما كتعجبكم ديال كوك ديروا ديال فاني ولا دانون اللي كتعجبكم نتوما. صافي غادي نخلطها كل مكونات جيدا. من بعد قفتها غادي نخويها في اناء يعني الجلافة كبيرة. غادي نضيف الدقيق الابيض اولا، كأس الاول، تبعوا معنا من الاول حتى الاخر. كأس الثاني غادي نضيفو خميرة الحلويات جوج. غادي نحركوها مزيان بهاد الطريقة. وغادي نضيفو كأس ثالث فقط. انا ما غاديش نزيد عليهم كما قلت لكم على حسب البيض. كاين البيض كبير وكاين البيض صغير. المهم الدقيقة على حسب حالتكم نتوما. اتفقنا. المهم انا درت 4 البيضات متوسط، ما هو كبار ما هو صغير. درت انا 3 كتل ديال الدقيق فقط. واخيرا غادي نديرو معلقة كبيرة ديال الخل الابيض. غادي نطربوها مزيان بهاد الطريقة. كيجي خفيفة شوية، ما تكون قاطحة بزاف. صافي غادي ندوزو مكسرات. عندنا كوكيز، اللوز وقرقاع والزبيب. غادي نقطعوها فقط غير الزبيب واللوز وقرقاع، اما كوكيز لا ما غادي نقطعوها. صافي غادي نقطعو هادو كلشي نرجع معكم ان شاء الله. عندنا تفاحة واحدة غادي نديرها في الحكاكة يعني محكوكة. صافي غادي ناخذ واحد الطاوة دائرية اختياري. الا كنت عندكم ما عندكم دائرية ديروا مربع على مستطيل اللي عندكم الطاوة. غادي ندهنو بها الزبدة الدائرية بهذا الشكل. من بعد غادي نرشها بالدقيق الابيض. صافي من بعد غادي نكب الخليط. تبعوا معنا من الاول حتى الاخر. غادي ناخذ اولا الخليط الاول، ما غاديش نكبها كامله، غادي نقسم على جوج. نديرو الخليط الاول. من بعد غادي نديرو مكسرات اللي قلت لكم فيها القرقاع والزبيب، اللوز، الشوكولات ديال كوكوج. غنديرها شويه باش نخليها شويه فوق من يا اخيرا. صافي من بعد غادي نضيف التفاحة محكوكة. غادي نديرها في الوسط، غنكبها كاملة. من بعد غادي نكب الخليط الثاني، غنكبها كاملة. واخيرا غادي ندير مكسرات اللي قلت لكم فيها اللوز والزبيب، غنديرها فوق منها. كيعطيني واحد تاكلهم زوينين، المنظر ديالهم زوينه بزاف. صافي من بعد الفران غادي ندخلها نخليها حتى تطيب على خاطرهم. انا درت من حتى 25 دقيقه، نتوما على حسب الفران.
من 25 إلى 30 دقيقة. اتفقنا البنات؟ غادي نخليها تطيب على خاطرهم ونرجع معكم ان شاء الله. هيا البنات خرجت من الفران، هيا طابت كيجي هتيتا، انتم كتلاحظوا كيجي هتيتا منفوخه بزاف. طيب البنات غادي نضيفو الشوكولات اختياري مندوبه، تجي وقتها فوق منها. الا ما عندكم الشوكولات خليها هكاك غير هكاك، كيجي زوين بزاف. طيب البنات غادي نراكم نقطعوا الطرفه ونراكم الداخل ديالها. انتم كتلاحظوا كيجي هتيتا خفيفه زوينه بزاف. جربوها، ردوا على الاخبار، ديروا لايك والتعليقات ديالكم. شكرا لكم وتحاول الراحه.